ندخل بقى كده على الفيديو ونقول ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ده فطار أول يوم رمضان يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله ربنا يعودها عليكم بخير ويجعلها سنة سعيدة عليكم ورمضان مبارك عليكم. معلش بقى، يعني صايمين وكده. المهم، ده أو فطار أول يوم رمضان كنا عاملين كفتة رز، ولسه ما نزلش الفيديو بتاعها لان النت دايما عاملها معايا يعني. المهم، بعد ما عملتها وكنت حطاها في الفريزر طلعت طبق زي ما شفتوه كده وقلت احمره ونعمله ايه اول يوم رمضان. وطبعا انا هحطها في صلصه او هنزلها الصلصه، او زي ما احنا بنقول كده بقى ننزلها التقليد. فجبت بصلة كبيرة حلوة كده، فرمتها ناعم ونزلتها فين في الحلة، في معلقتين سمنة او معلقة سمنة وحبة زيت يعني ايا كان. المهم، لعند ما ايه ما شوحتهم او حمرتها بمعنى اصح، ونزلت عليها بايه بعصير الطماطم الفريش، ونسيبها بقى لما تتسبك كده براحتها وايه تبقى 100 فل و14. في الوقت ده كان زي ما انتم شايفين معايا الكفتة كده، كان الكفتة ايه اتحمرت. ويعني انا بحبها مش ان هي تطلع ذهبي كده، لا انا بحبها غامقة عشان لسه هتغلي او هتستوي فين في الصلصة او في التقلية دي. فعشان يعني ما تبقاش ايه باهتة كده وتبقى ايه شكلها مش حلو. فعشان كده ايه انا ايه يعني غمقتها سنة كده بلاش سيكة دي. المهم هنا بقى وكنا نعمل معاه برضو ايه كفتة لحمة، علشان ايه طبعا اللي ما ياكلش كده ياكل كده. المهم كان عندنا لحمة مفرومة وضفنا عليها بقى طبعا إيه البهارات الكفتة، إيه فلفل، ملح، معلقة سكر، معلقة بيكنج باودر، معلقة نشا، إيه معلقة كمون. وكمون ارجع واقول واعيد وازيد علشان التوم والبصل اللي فيها، عشان ايه ما يعملوش انتفاخات في البطن وكده. المهم فقمنا ايه وضفنا كمان اللهم صل على سيدنا محمد، قلت معلقة سكر او معلقة سكر. وكنا طبعا فرمين بصل وتوم وعصرتهم ايه من ميتهم حلو، وضفتهم ايه عليهم وعجناها ايه خد ودي كده يعني. مش هقول ضرب مبرح، لا عجين بس، لعند ما تتمسك كده ايه والخيط بتاعها يتمسك ويتدخل في بعضه كده. اذا ما بتبقوا تشوفوا كده ايه الخيوط، يعني لما تقطعوا حته كده تحس ان فيها خيوط، هي تبقى كده بالظبط. المهم، وكان عندي ايه طبعا فرخه عايزين نحشيها. فقلنا نحشيها ازاي. ايه كان في قنصتين، ايه قمت جايه مقطعهم زي ما شايفينهم كده ورحت منزلاهم ومشوحاهم، خدوا تشويحة على النار يعني. وايه قمت نازله عليها ببصله زي برضو زي ما شفتها كده البصله الايه حلوه كده. ايه المهم ايه ونزلت عليهم بعد كده بايه اللي عندي هم اتشوحوا مع بعض في كده وخدوا يعني ايه يعني شويه عشان برضو ايه درجه السوا بتاعها. ونزلت عليها بايه بكوبايتين رز وشوحتهم معاهم وفرمت ايه طماطمايه حلوه كده فين في الكبه، ونزلت على ايه على الرز، على الرز بالطماطم دي لعند ما خدت ايه لون وخدت ايه شكل حلو كده، وكله اتشوح وايه وشرب من بعضه واتجانس مع بعضه. وبعد كده ايه نزلت عليهم ببهارات، معلم البهارات دلوقتي هقول لكم عليها، بس نشوف الكفتة. بعد ما الصلصة نشفت او اتسبكت ايه سقطت الكفتة فيها وايه وحطيت لها ملح وفلفل وكمون وشوية بهارات كفتة من بهارات اللحم، كفتة اللحم ماشي. ونزلتها بقى عليها كده وقلبتها ببعضها وزودتها الشوربة وسبتها مع نفسها. وكان هنا زي ما قلت لكم حطينا على الرز ملح وفلفل وكمون وبهارات تانية يعني مشكلة وكده. المهم وجينا بقى حطينا مية على النار تغلي علشان ننزل فيها الفرخة اللي احنا حشناها. معلش انا اسفة.
فالمية غلت، وكنا احنا حشينا الفرخة ونزلناها فين؟ في المية اللي غلت دي، او سقطناها فيها، وحطينا عليها زي ما شايفين كده بصل وطماطم وفلفل اسود، وطبعا هيبقى ورق لورا. بس كل ده إيه يعني ايه، معلش الكاميرا ما كانتش شغاله معايا، او يعني ايه، المهم حاجه حصلت. والملح بتاعها، ونغطي عليها ونسيبها بقى ايه مع نفسها، تاخد وتدي وتستوي، يعني اقول ايه، تاخد وتدي بشكل ودي. المهم هنا بقى جينا إيه للكفته. احنا كنا طبعا بعد ما عجناها وقلت لكم ضربناها ضرب المبرح ده، حطيناها فين؟ في التلاجة، ايه يعني ترتاح مع نفسها كده. حطيناها قيمة يجي ساعتين ارتاحت. ايه المهم كده بقى نصبع، يعني نصبع على ايه يا ولاد يا ولاد يا ولاد. ايه المهم قلت ايه، خلاص هاتولي القلم. القلم، يعني احنا مش هنكتب على اللحمة، لا احنا هنصبع عليه بس الكفتة وبعد كده نعملها. وبمناسبة التصبيع، الطبق الصغير ده كان فيه مية البصل ومعلقة صلصة ومعلقة زيت وملح وفلفل وايه، وعملناهم كده وايه، وقمنا جايين ايه عشان طبعا نبل ايدينا واحنا بنصبع الكفتة برضو. وبعد كده برضو ايه نبقى دهنها منها بعد ما تدخل الفرن شوية كده وتشمع. تمام كده تمام. جينا بقى هنا للست فرخة، كانت معرفش كانت اتقطعت من الغليان، يعني من جنب كده، من الصدر ولا ايه. المهم بعد ما بعد ما طلعت واستوت كده، دخلتها مع الكفتة في الفرن، وحمرتها واديتها وش وتمام التمام. وده كان شكل فطارنا، ويعني او سفرة اول يوم رمضان. مش عارفة بقى يعني انتوا رأيكم ايه فيها. وما تنسونيش باللايك واشتراك في القناة، وكومنت حلوة كده تذكروا الله او تصلوا على النبي فيه. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب. وربنا يعيد عليكم باليمن والبركات. والله اللهم كن عونا لمن لا عون له، وكن في عون أهل سوريا وأهل تركيا، في عونهم من الزلزال اللي حصل ده. ربنا معاهم ومع اللي زيهم في الأيام البرد والساعة دي، ربنا معاهم. وفي عون أهل فلسطين، وفي عون إخواتنا المسلمين في كل مكان وفي أنحاء الأرض يا رب. يعني ربنا كده بقى. كانت روضة طالعة تشوف المغرب أذن ولا لأ، لان كان طبعا اول يوم والكل مستنيه بفروغ الصبر. هو بقى كل اول يوم ده بقى عند الناس كلها كده ولا عندنا